بسم الله. كل الناس بتقول لك والله تصويرك مش حلو، بس مفيش حد بيقول لك ايه اللي وحش في تصويرك بالظبط او ايه اللي محتاج يتعدل. الفيديو ده هو اول خطوه في طريقنا لاحتراف التصوير سواء بالتليفون او بالكاميرا، واللي هنفهم فيه الاساسيات العمليه واللي بتفرق فعلا في اي صوره، وكل ده من غير معدات اضافيه او تعقيدات. واوعدك في نهايه السلسله دي هتبقى قادر تمسك موبايل او كاميرا وتطلع منهم بافضل نتيجه ممكنه. انا رمضان جمال، مصور خبره حوالي 10 سنين، وفي السلسله دي هنحاول ننقل خبراتنا لبعض ونوصل للاحتراف ان شاء الله. اول واهم حاجه انا بدات بيها الفيديو اصلا وهي العدسه. ناس كتير بتستهين بيها وللاسف بتعتبر القاتل الصامت. انا استلمت كفرنج الايفنت كامل. المفروض ان اللي بيصوره حد بروفيشنال بيصور بالموبايل ومعاه معدات كويسه، ولكن الايفنت كان اغلبه فيه اضاءات مش مظبوطه. اغلب الفوتج اللي فيه كان فيها خطوط كده حوالين الاضاءه، ولما اتكلمت معاه في المشكله دي كان فاكر الاعدادات في المشكله او في الكاميرا نفسها، ولكن السبب كان بسيط جدا: العدسه متوسخه. الموبايل طول الوقت في ايدك، في جيبك او على اي سطح مش نظيف، فطبيعي ان العدسه تتوسخ، واحنا بنتكلم على قطر صغير، ما بالك بقى على عدسه كبيره. هنا الموضوع بيكون مؤثر اكتر واكتر. طب والنتيجه؟ خطوط طوليه زي ما قلنا في الاول عند مصادر الاضاءه، صوره ضبابيه او اضاءه فيها هالات كده او وهج حوالين الاضاءه. فقبل اي حاجه امسح العدسه بمنديل نظيف، مسحه دائريه بسيطه كده، وشيك تاني. لو لسه المشكله موجوده جرب تاني او جرب بماتيريال مختلفه او قماشه مختلفه لحد ما تبقى جاهز انك تبدا تصور. بعد كده نيجي للكادر، وهنا بقى انا بشوف كوارث سواء تصوير ويدنج بروفيشنال او ريل كرييتور. بصه الكاميرا لفوق او بصتها لتحت ليها حساب وبتوصل احساس معين، فكونك بتعمل ده وانت مش واخد بالك فانت كده بتوصل احساس انت مش قصده، واللي في الغالب بيكون مش مريح للعين اصلا. انا شفت ريل كرييتور تاني غير الاولاني بتاع الايفنت، كان بيصور حد بيتكلم عن انجازات وان الشركه عملت والشركه سوت، وهو اصلا بيصور بزاويه باصه لتحت شويه، وجايب كادر مش مريح خالص، والشخص فيه باين هزيل وضعيف كده. وهنفهم قدام ان الكادر اللي باصص لتحت ده بيبين الشخص في موقف ضعف اصلا. وكان في مشكله تانية كانت فايرالت كده بسبب ان مدير شركه خصم لمصور عنده بسبب انه صوره بشكل غير مناسب او جسمه فيه مش ظاهر كويس. والسبب هنا برضو ان البنت اللي كانت بتصور صورت من غير ما تعدل وضع الشخص، او لو شايفه اصلا ان التكوين كله على بعضه مش مناسب فكانت قالت لا والله انا مش هينفع اصور ده، وكان خصم لها مبلغ يعني حوالي 10% من المرتب تقريبا عشان بس الحاجات كانت باينه. فلو عندك فلو عندك جريد في الموبايل فعلها، وخلي هدفك الاساسي ان خط الافق يكون مظبوط ولا مايل يمين او شمال ولا باصص لفوق او لتحت زي ما انت شايف كده. واللي انا محتاجه منك الفتره دي انك تنزل ابلكيشن بلاك ماجيك كاميرا سواء على الاندرويد او على الايفون، وتفعل الجريد وتفعل الميزان ده وتدرب نفسك عليه لفتره، انك تظبط الميزان ده في النص بالظبط، ولا باصص لفوق ولا باصص لتحت ولا مايل يمين ولا مايل شمال. ونيجي بعد كده للمسافه. القرب او البعد من الكاميرا القرب او البعد من الكاميرا بيغير الشكل وبيغير الملامح. لو قربت زياده الملامح بتتشوه، ولو بعدت قوي التفاصيل بتضيع. المسافه الصح هي اللي تخلي شكل الشخص طبيعي بدون افراط ولا تفريط، من غير مبالغه ولا فقدان للتفاصيل، عشان الجوده دي بنحتاجها. كلنا بنتنافس عشان نطلع افضل جوده ممكنه. واللي بعد كده الثبات. اغلب الاهتزاز اللي بيبوظ الفوتج مش من الكاميرا، من ايدك انت. الموبايل بالليل بيحتاج جزء من الثانيه عشان يطلع صوره اضاءتها مظبوطه، فاي حركه بسيطه بتاثر. وفي الكاميرا بقى الموضوع بيكون اكبر واكبر، فالثبات مش حاجه نستهين بيها لانه بيأثر على شاربنس الصوره. والحل بسيط برضو: بتمسك الموبايل بايديك الاتنين مش ايد واحده، وتحاول تثبت ايدك جنب جسمك كده بحيث ان الموبايل او الكاميرا ياخد ثبات جسمك. وفي تصوير الفيديو احنا بنعتمد على حركه الجسم مش حركه ايدك، بمعنى ان انا ما ببقاش بصور وبحرك ايدي كده، لا انا بثبت الموبايل زي ما اتفقنا كده وبحرك جسمي نفسه، وده هنتكلم عليه بتفاصيل اكتر في الفيديوهات اللي جايه. ونيجي بقى للوحش: الاضاءه. وفي الاساس اصلا واساس عمل التصوير ده كله هو الاضاءه والظل. ولو اي حد قال لك التصوير حرام قول له اعمل سيرش عن مبدأ حبس الظل. والاضاءه دي بحرها كبير، بس انا هنا هتكلم عن حاجه واحده بس: ان انا اخلق عمق في الصوره. الاضاءه لو جايه بشكل مباشر بتخلي الوش فلات او حاجه مسطحه، ولكن زي دلوقتي كده، وخصوصا لو قفلنا الاضاءه دي، في جزء منور اكتر وجزء مضلم، وفي شادوز هنا عامله ديبس، والعمق ده هو اللي بيخلي الصوره يبان فيها حيويه اكتر من كونها مسطحه. وتدريب بسيط كده: عايزك في الشمس تعمل زي ما انا هعمل كده بالظبط. في وقت العصر الشمس بتكون نازله شويه، مستواها نازل شويه، لو انت باصص لها بشكل مباشر بتلاقي وشك كله منور. طب لو جيت بزاويه شويه هتلاقي الموضوع بقى احسن شويه. والكارثه الاكتر بقى اضاءه التوب او اضاءه السبوتات دي، لازم تاخد بالك منها، ابعد عنها، اهرب. اضاءه السبوتات دي بتعمل ضلال تحت العين، بتبين واحد كأن عنده هالات او تعبان. وهنيجي هنا للحاجه اللي لو باظت شكرا،
وهي الفوكس. الفكره ببساطه ان الكاميرا لازم تكون واخده فوكس صح، ودي من اهم الحاجات اللي بنميز بيها كاميرا غاليه عن كاميرا رخيصه او موبايل غالي وموبايل رخيص: سرعه ودقه الفوكس، واللي غالبا بيكون على الوجه او على العين. عشان كده قبل ما تصور اضغط على المكان اللي انت عايز تركيز يكون عليه. ونصيحه اضافيه: خد الصوره مره واثنين وثلاثه او الفيديو مره واثنين، علشان بس لو في واحده منهم اوت اوف فوكس تبقى مأمن نفسك واخد اكتر من صوره. واخيرا الخلفيه، وبرضه هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا، احنا برضه لسه في اول مرحله. خليني دلوقتي بكل بساطه بصور شخص وطلعت الخلفيه هاديه ومفيش فيها مشتتات كتير، يبقى انا كده واقف في المكان الصح. لو شلت الشخص او العنصر اللي بصوره من الصوره ولقيت فيه مشتتات كتير او زحمه، يبقى انا كده عندي مشكله. الخلفيه لازم تخدم الصوره مش تزحمها. كل ما كانت ابسط واهدى كل ما كان احسن. وهنيجي عند وقت معين كده هنبقى محتاجين الدوشه والزحمه دي، ولكن لها قواعد ولها ترتيبات احنا مش محتاجينها دلوقتي. احنا لسه في اول مرحله وعايزين نبدا بالاساسيات. وخلينا كده نلخص اللي قلناه بسرعه. قبل اي كاميرا او اعدادات ركز في الاساسيات العمليه: تنظيف البشر، تنظيف العدسه، الكادر، المساحه، الثبات، الاضاءه، الفوكس، الخلفيه. لو الحاجات دي مظبوطه اي كاميرا في ايدك هتطلع نتيجه محترمه حتى لو الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه. الفيديو الجاي هنبدا نتفاهم مع الكاميرا او الموبايل ونعرف ازاي نتحكم فيها بشكل احترافي اكتر. فلو حابب تكمل السلسله دي معانا ما تنساش تتابعنا وابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيصورك ودايما بيطلع لك صورك مش احسن حاجه. سلام.